بدأنا كأس العالم والبطولة اللي كلنا بنحبها وكلنا مستنيينها والعيد بتاعنا كرجالة، وشفنا كام ماتش حلو، ومنهم المغرب والبرازيل، ومنهم كده كان كوريا والتشيك كمان. الباقي كانت ماتشات عادية ويمكن لسه ما سخناش ولا دخلنا في البطولة قوي. لكن النهارده انا جاي اتكلم عن ماتش مصر وبلجيكا، اول ماتش المصري في المجموعة، وهنعمل ايه مع بلجيكا، وهجاوب على سؤال مهم جدا: هل بلجيكا ما بقتش زي الاول وبقى منتخب اضعف من الاول، ولا هو بقى منتخب احسن من الاول؟ وهنتكلم عن نقط ضعف منتخب مصر ونقطة قوته كمان اللي نقدر نعور بيها بلجيكا، نقط قوه ونقط ضعف وايه اللي ممكن هم يعورونا بيه شويه. فلو الفيديو ده وصل لك ما تنساش تكمله للاخر، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب، ويلا بينا نتكلم عن المنتخبين دول وهنعمل ايه مع بلجيكا. اول حاجه كده، انا لا بحب اتكلم في التاكتكس ولا بحب اتكلم في الحاجات المعقده قوي في الكوره، انا بتكلم عن الحاجه اللي بنشوفها كناس بتحب الكوره، ومن حاجات تابعناها في اخر فتره، ومن حاجات شفناها قدام عينينا ما فيهاش كذب يعني، لكن مش بنقعد بقى نتكلم في التاكتكس والحاكتس والكلام ده، وده اللي احنا متعودين عليه من ايام فيديوهات افريقيا. وهنبدا اول حاجه بسم الله كده، المواجهات المباشره اللي بيننا وما بين منتخب بلجيكا اللي كانت في صالح منتخب مصر. ولو مستغرب فانا هقول احنا لعبنا مع بلجيكا 4 ماتشات كلهم وديات، كسبنا 3 خسرنا 1 بس. تاريخيا احنا كعبنا اعلى من منتخب بلجيكا، لكن كفوارق فنيه من بعد 2010 و2012 والكلام ده الموضوع صعب قوي. زي ما قلت لك الماتشات اللي لعبناها مع بلجيكا كلها كانت وديه، الماتش الاول اللي هيجمعنا بيهم وهيكون رسمي هو في كاس العالم 2026. لكن خليني اقول لك نتائج الماتشات الوديه اللي جمعتنا ببلجيكا على مدار السنين. في سنه 99 كانت اول مباراه وديه وقدرنا نكسب فيها بلجيكا 1-0، وفي 2005 لعبنا بلجيكا ماتش ودي تاني وكسبنا فيه 4-0، وبعدها ب 13 سنه لعبنا بلجيكا تاني قبل كاس العالم 2018 وبلجيكا كسبتنا 3-0، وفي استعداداتهم هم لكاس العالم 2022 احنا قدرنا نكسب الماتش ده 2-1. بالمناسبه في 2018 هم كانوا من احسن الفرق في البطوله وخلصوا ثالث، ف 3-0 دي نتيجه طيبه قوي يعني بالنسبه اللي احنا قدمناه في كاس العالم 2018 لما خسرنا ال3 ماتشات في المجموعات وخرجنا. وفي 2022 دي البطوله اللي هم خسروا فيها من المغرب في دور المجموعات. ممكن حد يبقى بيسالني دلوقتي طب وهم عملوا ايه قبل كاس العالم اللي احنا هنلعبهم فيه ده؟ خليني اقول لك برضه لعبوا 4 ماتشات وديه قبل كاس العالم على طول، منهم واحد ضد امريكا اللي هي فرقه كويسه وشفناها قدام باراجواي لما كسبت 4-1 كسبوهم 5-2، بعدين لعبوا المكسيك وتعادلوا معاهم 1-1، بعد كده لعبوا كرواتيا وكسبوها 2-0، واخيرا قبل كاس العالم على طول والماتش الاخير قبل ماتشنا على طول لعبوا منتخب تونس وقدروا ان هم يكسبوا 5-0. مش عايزك تتخض خالص، كل دي ماتشات وديه بيبقى المنتخبات فيها بتجرب لعبتها وبتجرب طرق لعب جديده، بتجرب ازاي يضغطوا، بيجربوا ازاي يدافعوا، كل الكلام ده. لكن ده مش مقياس كامل، لكن برضه يديك جرس انذار ان هم فرقه هجوميا تقيله جدا، لان هم بيسجلوا كتير وهم عندهم هجوم قوي جدا. عشان تبقوا عارفين بيبقوا معتمدين جدا على خطه ال 4-2-3-1 طول الوقت، مفيش غير مره في الماتشات دي لما لعبوا قدام كرواتيا غيروا طريقه اللعب ل 3-5-2 ودي كانت غريبه جدا، او 3-4-3 على حسب هم كانوا بيغيروا الشكل ازاي جوه الملعب. ولكن يبان من ده ان هم فريق مرن تكتيكيا وبيعرف يلعب خطط كتير. وخليني اكلمك عن نجوم المنتخب ده: دي بروين، دوكو، ديكاتلاري المهاجم، لوكاكو طبعا بس ما بقاش زي الاول، تيليمانز اللي هو يعتبر بيخلص مسيرته، اكسل فيكسل برضو اللي بيخلص مسيرته، تيبو كورتوا طبعا يعني زي ما احنا عارفين، وساعات كانسيلس بيلعب. وخط دفاعهم مش اتقل خط دفاع، بالعكس يعني سهل اختراقه، بس يعني مش بتكلم علينا احنا، انما لو لعبوا فرقه تقيله قوي يقدروا يخترقوا دفاعهم. وهي دي الفكره ان هم بيغيروا خطط اللعب بتاعتهم عشان تناسب المدافعين اللي معاهم او كواليتي المدافعين اللي معاهم. لسه عندهم برضو توماس مونيه الباك اليمين اللي احنا عارفينه، دي ابرز اللعيبه اللي موجوده في منتخب بلجيكا دلوقتي، ميكس ما بين الناس الكبيره والناس الصغيره، بس الناس الكبيره دي ناس تقيله قوي يعني كورتوا ده حارس تقيل قوي، ودي بروين واحد من احسن صناع اللعب اللي شفناهم يعني، جيريمي دوكو اللي عامل موسم خرافي مع مان سيتي وقبلها كمان كان موسم كويس برده مع مان سيتي، لعيب وينج خطير يعني. بس انت شفت ممكن تتعامل معاه ازاي، لان هو نفس ستايل فينيسيوس جونيور، وفي ناس ممكن تفضل ده اكتر وناس تفضل ده اكتر، بس انا بتكلم على ستايل اللعب، هم قريبين، لعيبه دريبلر على الخط وكمان سريع. وطبعا تروسارد اللي مش هقدر انساه، مهاجم ارسنال اللي بيلعب على الوينج وكمان بيخش يقلب في قلب الملعب كده، وساعات بيتحول لمهاجم صريح عادي جدا. عمل موسم كويس جدا مع ارسنال وهيزعجنا جامد قوي. وهم بالنسبه لهم هم في مجموعه كويسه بالنسبه لهم وسهل جدا ان هم يصعدوا منها، معاهم منتخب مصر طبعا ومعاهم ايران ومعاهم نيوزيلندا. العقبه الوحيده في الموضوع ده هيكون يا منتخب ايران يا احنا، الا لو هم فعلا فرقه كويسه جدا ومستعده ان هي تنافس في كاس العالم، وقتها مش هيبقى هممهم اي منتخب وهيصعدوا من المجموعه دي بكل سهوله. فخلينا نتكلم بقى عن نقط ضعفهم ونقط قوتهم كمان. زي ما قلت لك هم عندهم لعيبه خبره كتير قوي زي لوكاكو، دي بروين، وكمان تيبو كورتوا.
وكمان عندهم شباب زي ديكاتلاري وتروسارد واكتر من لعيب كمان في نص الملعب زي اونانا. اول حاجه عندهم في نقاط القوه البساط السريع وبساط الكسر الخطوط اللي بيعملها دي بروين، اللي بيوصل بيها المهاجم بسهوله جدا للجول، لان دي بروين لحد دلوقتي هو مازال العقل المدبر للفرقه كلها، هو اللي بيوصل اللعيبه دي كلها للجول، وبيصنع فرص كتيره جدا وبيعمل بساط بين الخطوط بتكسر اي خط زي نص الملعب او الدفاع، بيقدر يخرجهم من الضغط بسهوله جدا. وسرعتهم على الاطراف اللي بتتمثل في جيرمي دوكو ده يا جماعه، صعب قوي جيرمي دوكو ده في المرتدات والمواقف الواحد على واحد، يعني كان الله في عون محمد هاني والشخص اللي هيكون بيدافع معاه. وانا ما اتوقعش ولا نجيلها قدام دي، انا كنت هتكلم عن حته تخص المدافع اللي هيدافع مع محمد هاني على جيرمي دوك او على الجبهه اليمين دي كلها، هنجيلها قدام. وطبعا نقطه قوتهم هو الحارس بتاعهم كورتوا، اللي انت بجد هتحتاج كتير قوي عشان تجيب اجوان، محتاج تخش بالكره جوه الجون اللي هو اجوان الموظفين دي، ده صعب تشوط عليه من بره، وصعب كمان لو انت في انفراد صعب تعديه لانه طويل جدا. كورتوا ده مع الريال في فترات معينه كان بيخلص لهم بطولات، مش ماتشات، بطولات كامله، اسالوا محمد صلاح يعني. فزي ما قلت لك في نقطه قوتهم ان هم بيدوروا الكره كتير، بيلعبوا بساط كسر الخطوط كتيره قوي، واهم حاجه زي ما قلت لك ان دوكو موجود وكل حاجه على الطرف، بس هم بيحبوا يجيبوا جوان وبيلعبوا اكتر من العمر، ودي هتبقى نقطه صعبه شويه معانا لان جاي لها قدام في نقط ضعف منتخب مصر للاسف. خلينا نتكلم عن نقط ضعف منتخب بلجيكا، ان في لعيبه منهم كبرت في السن زي دي بروين ولوكاكو وكورتوا، ولاعيبه ثانيه زي اكسل فيتسل قلت لك وتوماس مونيه، لعيبه داخله على سن خلاص، يعني هم بيخلصوا كوره وده اخر، وبالتالي الريتم واللياقه بتاعتهم في الماتش هتتاثر من بعد الدقيقه مثلا 60 70، يعني احنا اللي بنلعب ريتم جامد قوي يعني ربنا يستر. وزي ما قلت لك قبل كده في الدفاع هم ما عندهمش مدافعين باسامي رنانه، يعني باسامي توجع الدماغ وتبقى اسامي عارف ان هم لعيبه تقيله قوي، فبالتالي الدفاع بتاعهم ما بقاش قوي زي زمان، ما فيهوش كومباني، ما فيهوش مثلا فيرتونخن، ما فيهوش اللعيبه اللي انت كنت عارفهم، او الدرفايلرد مثلا، كل دول لعيبه انت لو كنت تابع الدوري الانجليزي او كده فانت عارفهم، انما اللعيبه اللي موجوده دلوقتي مش بنفس الكواليتي بتاعت اللعيبه دي. وخط الدفاع بتاعهم في اكتر من ماتش عمل كذا غلطه لبستهم اجوان، وخاصه قدام فرقه بتعمل تحولات سريعه زي مثلا ماتش امريكا، عملوا كام غلطه لبسوا منهم الجون اللي جابته امريكا. والاعتماد الكبير على دي بروين بيكون حاجه كويسه وحاجه وحشه اوقات، لان لو فرقه لعبت ان هي تمسك دي بروين مان تو مان او مسكته اتنين مثلا، الموضوع بيكون صعب شويه وابداعهم الهجومي بيقل بشكل كبير. ولو هنتكلم بجد فهم عندهم نقط قوه كبيره جدا وكمان نقط ضعف مش هقول لك كبيره، بس لو في مدرب اشتغل على ده هيقدر يعورهم مره واتنين، او على الاقل يقدر يضايقهم بشكل كبير ويخرج بالماتش لبر الامان. فيا ريت نكون مذاكرين الحاجات دي كويس عشان احنا عندنا كوارث في الدفاع وكوارث في الريتم وهنتكلم عنها دلوقتي. نيجي عند منتخب مصر، المنتخب اللي بيلعب بطريقه دفاعيه جدا، المنتخب اللي بيلعب ساعات بخمسه ورا، والخطه دي انا جاي لها في الاخر لاني بجد ما بحبهاش، بجد خطه بتخنقك وبتخليك بص مش عارف تعمل اي حاجه. هنتكلم قدام عن الموضوع ده. دلوقتي انت عندك لعيبه تقيله جدا عكس مثلا كاس العالم اللي فات. كاس العالم اللي فات انت كان عندك محترفين، كان عندك صلاح بس، الباقي كله كان لعيبه غريبه، يعني سام مرسي ما كانش وصل للبرايم بتاعه مثلا ان هو يلعب في الدوري الانجليزي، كان عندك عمرو ورده، كان في كهربا، كان في مروان محسن، كان في اسامي غريبه كده. الاظهره بتوعك اللي هم كانوا احمد فتحي وعبد الشافي معدين ال 33 سنه، فالموضوع المره دي احسن بكتير. عندك اسماء كويسه جدا كموهبه كوره، عندك زي امام عاشور، مروان عطيه، عندك عمر مرموش، عندك هيثم حسن اللي انت لسه جايبه، ففي دلوقتي شويه لعيبه ممكن تعور الفرق اللي قدامها، لكن الفكره في استخدام المدرب ليهم، وده اللي احنا بنتكلم عليه. لان احنا شفنا مثلا في ماتش السعوديه انت كسبت 4، في ماتش البرازيل انت خسرت، بس انا كعبد الله كنت مرضي، انا كنت كويس، يعني مش هتعمل معاهم اكتر من كده، لكن برضو كان في عيب شويه من الخوف او ان انت جبان سيك، ان انت كنت ممكن تهدد اكتر من كده لان البرازيل سابت لك الكوره في النص في اخر الماتش. يعني نقط ضعفك بقى، احنا هنتكلم عن نقط ضعف الاول بتاعه المنتخب، بعدين نخش على نقط القوه اللي ممكن تخبط بيها بلجيكا واحده ولا. نقط ضعف المنتخب ان انت مصمم تطلع بالكوره من الارض، كلام جميل ان انت عايز تطلع الكوره من تحت، تبني الهجمه من تحت وبتعملها بمصطفى شوبير اللي بيعرف يلعب برجلين الاثنين، ده تمام جدا، بس انت ما عندكش كواليتي اللعيبه اللي تخرجك من تحت بسهوله. يعني انت واحد زي ياسر ابراهيم انا بحبه جدا، مدافع قوي جدا، لكن على الارض كورته قليله جدا جدا، مش مثلا بالكواليتي بتاعت محمد عبد المنعم لما بيطلع بالكوره من تحت او بيطلع يدي لك مسافات قدام بالكوره كدريبل. شفنا غلطه في التحضير وحصلت قدام البرازيل في قله الريتم، مهند لاشين لمس الكوره وقعد مش عارف يعمل ايه واتربك لحد لما برونو جامارايش خد الكوره منه وحطها في الجول، فدي غلطه. وليه انا بقول لك ان ماتش البرازيل انا كنت مرضي منه؟ لان هو وراك العيوب بتاعتك ووراك شويه حاجات انت ممكن تعملها تستثمرها قدام الفرق الكبيره. يعني حاجه عندنا غلطه ان انت كنت في الماتش ده بتلعب مان تو مان، فانت كان عندك ياسر ابراهيم بيلعب مان
مع اللعيب اللي جاي من قلب الملعب اللي هو ساعات كان بيبقى رافينيا او ساعات بيكون ايجر تياجو. يعني نتكلم على رافينيا لما سحب ياسر ابراهيم اكتر من مره، الكره اتلعبت في المساحه اللي بينه وبين محمد هاني لايجور تياجو وضيع انفراد واثنين، وكنا ممكن نلبس اجوان واحد واثنين وثلاثه. دي غلطه كبيره قوي. انت المفروض بتلعب زون عادي جدا، ما بتطلعش تقابل مان تو مان مع اللعيبه عشان ما تسيبش مساحات وراك، وده اللي انت عملته في ماتش اسبانيا، وده اللي خلاك تطلع من الماتش 0-0. تاني حاجه عندك ضعف فيها هي بطء الهجمه، بطء تحضير الهجمه. انت ما عندكش حاجه قدام بتعملها. قدام لما بنوصل او الكره بتتساب لنا احنا مش عارفين بنعمل ايه. افرض فرقه زي بلجيكا جابت جون وسابت لك الكوره، بعدين هتعمل ايه؟ فرقه زي ايران جابت جون وسابت لك الكوره، او على الاقل طول الماتش سايبه لك الكوره، هل انت هتعرف تجيب جون؟ انا بحس ان انا لو قعدت 100 سنه بالطريقه دي انا مش هجيب جون. فرقه زي نيوزيلندا انت مطالب ان انت هتنزل قدامهم الماتش كله انت اللي ماسك الكوره، هتعمل ايه؟ دي الفكره، ان انا لما الكوره بتكون معايا انا مش عارف اعمل ايه. لا خدوها، انا عايز اعمل تحولات، وده غلط. دي الحاجات اللي انا شايفها قدامي. في طبعا ناس بتفهم اكتر مني وممكن تقول لي في التعليقات انت شايف ايه تاني من نقط ضعف المنتخب غير الكواليتي وغير الحاجات اللي انا قلت عليها. طيب نتكلم على نقط القوه. عندك لعيب زي محمد صلاح في الملعب، هو قائد ولعيب يقدر يعور الفرقه اللي قدامه، ولعيب يقدر يسحب معاه واحد واثنين من الفرقه اللي قدامه، والمدافعين هيكونوا عاملين له حساب. واحد زي مرموش بانطلاقاته وان انت تلعب له الكوره اللي تخليه للجون دايركت. مرموش ما ينفعش يستلم الكوره وظهره للجون، وعقبال ما يلف هيتكتر عليه لعيب واثنين وتتقطع. فلازم تهيأ لمرموش فكره ان هو لما يجي يستلم الكوره يكون وشه للجون عشان يقدر فعلا يفيدك ويعور الفرقه اللي قدامه، او على الاقل يأذيها. يعني من الحاجات المهمه جدا ان احنا بنعرف ندافع، بنعرف نقف. لكن لو فرقه استغلت زي ما قلت لك الحركات اللي انا بقول عليها في ان طلوع اللعيب من مكانه والمان تو مان والحاجات دي، هنتاذى. لكن كزون احنا بنعرف ندافع كويس جدا. في ماتش السنغال اللي كلنا متضايقين منه لما لعبنا زون وما كناش بنهاجم، حرفيا الماتش كله كان في نص ملعبنا، لكن الجون لما جه هي كره واحده، هي تسديده واحده اللي اتشط علينا طول الماتش. هتكلم على نقطه كمان يمكن هي من نقط الضعف. يا جماعه مفيش ريسك. يعني انا دلوقتي ببقى عايز اهاجم، يعني عايز اشوف فرقتي دي لو هاجمت الفرقه اللي قدامها هتعمل ايه. مش بحس ان احنا عايزين نهاجم اصلا، بحس ان احنا عايزين نقف ونلعب على المرتدات، وده غلط. لازم في وقت ما في الماتش لازم تخض الفرقه اللي قدامك، لازم تاخد ريسك انك تطلع باللعيبه بتاعتك لقدام، ان اللعيب بتاعك زي امام عاشور مثلا ياخد الكره ويدربل بيها نص ملعب الفرقه اللي قدامه، واللعيبه بتاعتنا تطلع، ومثلا الاظهره بتاعتنا تطلع، ونشوف كثافه هجوميه على الفرقه اللي قدامنا في نص ملعبها، ونبدا بقى فعلا نخوفهم، نشوط من بعيد كتير، نرفع عرضيات في المنطقه مثلا لعيب زي حمزه عبد الكريم لو نزل. وهنيجي لحمزه عبد الكريم في الاخر لان احنا محتاجين نتكلم عليه في المشاكل اللي حصلت بسببه الفتره اللي فاتت، مش بسببه هو، الكلام اللي طلع عليه وان هو لسه لعيب صغير. يا جماعه يعني هنجيله. فزي ما قلت لك فكره ان احنا نفضل ورا كتير كده ده بيخلينا اصلا يتلعب علينا كور كتير، وال3-5-2 اللي احنا بنلعبها او ال5-3-2 اللي بنلعبها بتخلي الاظهره بتاعتنا او حتى الوينجات بتوعنا يتعبوا بشكل كبير جدا. لو سالت اي موديل هيقول لك ان الخطه دي بتتعب الاطراف جدا وما بقتش مواكبه للعصر اللي احنا فيه. فانا شايف ان احنا لو لعبنا بالاربعه هيكون احسن بكتير جدا على الاقل عشان شكلنا الهجومي. بالنسبه لاجابه السؤال اللي انا سالته في الاول، هل بلجيكا زي الاول ولا بقت اضعف؟ فانا هقول لك بنسبه كبيره هي ما بقتش زي الاول، اكيد مش زي 2018 لما كان هازارد في عزه، لما كان دي بروين في عزه، لما كان لوكاكو في عزه، ولما فنشوا في البطوله بتاعت كاس العالم 2018 دي ثالث وعملوا ماتشات كبيره في البطوله دي. لو ان هم كان معاهم المدرب ده كان ممكن ياخدوا كاس العالم او على الاقل يوصلوا للمباراه النهائيه. وبالنسبه لنا احنا احسن كتير من كاس العالم 2018، معانا سكواد افضل بكتير، على الاقل في شويه مواهب مش لعيبه موظفه، ومعانا مدرب يقدر يشحن اللعيبه زي حسام حسن. لو وصلت لحد الحته دي فانت حبيبي، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. يلا نكمل. عايز اتكلم عن نقطه حمزه عبد الكريم اللي الغل من ناحيه الولد ده واضح جدا، ومش بتكلم هنا على نقطه اهلي او زمالك خالص، بتكلم عن الفيديو اللي طلع على احد الاعلاميين من كام يوم واتكلم فيه وقال مش فاكر اسمه مش عارف ايه شغله كده. مبدئيا ده لعيب خارج من الاهلي، ومش هتكلم عن فكره الاهلي او الزمالك لان هو لو كان خارج من الزمالك او خارج من الاهلي كنت هبقى مبسوط برضه. طلع على طول على اللمسيه يلعب 6 شهور اعاره، والولد تألق ورجع جسمه ما شاء الله كويس جدا. وبعد كده قبل كاس العالم قرر حسام حسن ان هو ياخده لمعسكر المنتخب في كاس العالم. مش فكره بقى ان هو جه على مكان مصطفى محمد او ايا كان، ما ممكن زيكو هو اللي جه مكان مصطفى، ما يمكن محمد علاء الحارس الرابع هو اللي جه مكان مصطفى. مش فكره حمزه عبد الكريم بس يا جماعه، فكره ان اللعيب ده لازم يشم معسكر المنتخب، يقعد مع صلاح، يقعد مع مرموش، يفهم وياخد خبرات من اللعيبه دي. قليل قوي لما تحصل ان لعيب من عندنا يخرج من مصر على الليفل ده. وعلى فكره اللمسيه الاكاديميه اللي طلعت كوبارسي وكاسادو ولاعيبه كتير قوي بتلعب في اسبانيا منهم تشافي وانيستا، اكاديميه طلعت للعالم كله لعيبه يا جماعه، وثلاث ارباع منتخب اسبانيا منهم. فبدل ما نبقى فخورين بلعيب زي ده لا نبدا نهده واننا لا ده لعيب عنده 19 سنه عادي. يعني يا جماعه لامين يامال لسه ما كملش 19 سنه وفاشخ الدنيا يا جماعه. فبالراحه لان الموضوع بدا يبان فيه الغل والسواد، فمش هطول عليكم. ولو شايف حاجه غلط في موضوع حمزه عبد الكريم ده انا قلتها قول لي في الكومنتات وهنتكلم. ودلوقتي جه الوقت اللي انا اقول لك فيه الخطه المثاليه اللي نلعب بيها قدام بلجيكا. وطبعا لو انت شايف حاجه فيها غلط قول لي، وقول لي المراكز اللي
اللي انت ممكن تغيرها او الخطه نفسها او اللعيبه. خلينا نبدا في حراسه المرمى، معروفه جدا هو مصطفى شوبير. وبعد كده انا شايف ان ياسر ابراهيم وحمدي فتحي ثنائيه كويسه جدا. ولو هتبدا تكون معتمد دايما انك تطلع بالكره من تحت، لازم عبد المنعم يكون موجود لو جاهز. وفي نص الملعب هلعب ب 2 6 مروان عطيه وامام عاشور، وقدامهم محمد صلاح. وهقول لك ليه انا شايف ان محمد صلاح يلعب في مركز 10 ده بس لما اخلص باقي المراكز. على الشمال هتبدا بتريزيجيه وقدامه مرموش، وفي الناحيه الثانيه خالص هيثم حسن. وليه محمد صلاح يلعب في المركز ده بالذات؟ عشان يبقى عنده حريه حركه اكتر ويقدر يوزع لعب براحته. وغير كده انه لو لعب على الناحيه اليمين اللي فيها محمد هاني مش هيرجع يدافع، وبالتالي محمد هاني يتحط في 1-على-1 كتير قوي مع جيرمي دوك. هي دي الخطه وده اللي انا شايفه، ودي الخطه اللي ممكن يبان لك فيها شكل افضل وتوزيع لعب اكبر وانك تمسك الكوره بشكل اريح. لو شايف اي تغييرات فيها قول لي في الكومنتات، وقول لي ايه التشكيله المناسبه ليك اللي يلعب بيها منتخب مصر قدام بلجيكا بكره. لحد هنا انا خلصت كلامي. بالتوفيق لمنتخب مصر، وان شاء الله ان شاء الله نقدر نعدي الماتش ده بخير، سواء بتعادل او اننا نكسب باذن الله. وعايزك برضو تتوقع نتيجه الماتش ده معايا. ما تنساش تعمل لايك وما تنساش تعمل سبسكرايب وتتابع اللي جاي. ان شاء الله هيبقى عندنا حلقه بعد الماتش على طول. وكان معاك عبد الله القاضي، ودي قناه في ال 18. وزي ما قلت لك ما تنساش اللايك عشان مهم جدا، والسبسكرايب عشان تتابع اللي جاي. تابعونا على تيك توك بننزل محتوى هناك، وعلى فيسبوك وعلى انستجرام كمان. وكان معاكم عبد الله القاضي، ودي قناه في ال 18. سلام.